وننتهي من الجزء الماضي عندما عائلة تاي أهانت عائلة ليو. هنا يتدخل زوفان ويساعد عائلة ليو. لنبدأ بالجزء الجديد. أنتما كيف تهينان الآنسة ليو أيها القذران؟ تجرؤون على إفساد خططي. أنا زوفان. من أنتم؟ هذا الطفل يبدو أنه في نفس عمري، ولكنه سريع جدا. نحن نعتبر أسياد وعباقرة من جيلنا. من هذا؟ هو صفعنا مرتين. كيف يمد يده هذا القطر؟ هل آذوك يا سيدتي؟ لا، ومع ذاكرتي إمبراطور السحر رأيت العديد من الناس يعانون حول العالم. ليس أنها فتاة، ولكن أن تعرض نفسها للإهانة. ولكن هكذا تشعرني بالألم. هذا بالتأكيد لأنها سيد هذا الجسد. اللعنة. ربما علي مساعدة عائلة ليو. لنذهب. توقف. أنت صفعتني. أنت صفعتني. أن تريد الرحيل بهذا؟ هذا مستحيل. لي جيون تشينغ، هل تعتقد أنه بإمكانه المجيء وقت تريد والرحيل وقت تريد؟ ما أنت؟ ماذا تريدين؟ سهل، فلتركعوا لي جميعا، وبعدها ترجوني بترككم 3 مرات. بعدها سأسمح لكم بالرحيل. بالأخص أنت زوفا، أتتنمري على الناس كثيرا. ليون تشينغ، ألا تعلمين كيف تستغلين الفرصة؟ اليوم إن لم تركعي لا تتوقعي بالمغادرة. إن لم تركعي فلن نؤذيك أنت فقط، سنؤذي حتى أخاك الصغير وكل من حولك. لا تتنمري على الناس. اركعوا كلكم. ماذا تريد؟ إهانة إمبراطور السحر؟ موتوا. أنت مجددا الآن. حتى لو ركعتم لي 1000 مرة لن أسامحكم. لن أسمح لكم بالمغادرة. اصمتا أيها اللعينان. تريديني أن أركع؟ احلمي بذلك. وهنا يتدخل رئيس عائلة تاي. من يجرؤ على التسبب بالفوضى في منزلي؟ من أنتم؟ لماذا تفعلون الفوضى؟ أبي، أتيت في الوقت المناسب. سيد عائلة تاي. أبي، إنه هو من ضربني. متدرب من عائلة العظام الثقيلة. جميل، المعذرة. أنت هو كبير خدم عائلة زوفان. سمعت أن عائلة ليو لديها كبير خدم جديد، ولكن لم أتوقع أن يكون صغير السن. أيضا لديه هالة غامضة. في العادة لن أعبث مع أناس لا أعرف مستواهم الحقيقي، ولكنك أهنت ابني. سيد عائلة تاي، إنه أهاننا. ألا تريد رد الصاع؟ لا تقلقي، أنا هنا يون شينغ. أنا كنت لطيفا جدا معك، وأخذتك أنت وأخيك تحت سقف منزلي، لكنك تجازيني بعدم احترام عائلتي والتسبب بالمشاكل. سيدة تاي، أنت رجل كبير، لكن تتنمر على الصغار، على فتاة صغيرة. تحدث معي أنا، ولا تقل أنك ساعدت عائلة ليو. أفعالكم كلها بسبب كلمة الربح. لو لم تكن متأكدا لما ألغيت هذا الزواج. في هذه الحالة نحن لا نحتاج أن نكون محترمين معكم أيها العثالة. اليوم سأنتقم لعائلة ليو. كل شخص فيكم يجب أن يتحمل حركتين مني: موتكم أو نجاتكم. شيء يعود قوتكم. نتحمل حركتين منك؟ أنت في المستوى التاسع من عالم صقل العظام الثقيلة. أنت تريد قتلنا؟ عمي تاي، أرجوك لا تفعل هذا. حسنا، أنا أولا. خذ هذه. ما هذا؟ من أين كل هذه الطاقة؟ كيف يكون لهذا الطفل أن يكون عنده مثل هذه الطاقة الغريبة؟ أنت قد تكون محظوظا للنجاة، ولكن الآخرين ليسوا كذلك. شخص في مستوى البيئة يمكنه مقاومتي. أنت محظوظ جدا، ولكني أخشى أن الآخرين ليسوا بحظك. أنا لا أؤمن بالحظ، أنا أعتمد على القوة. ما هذا؟ كيف ضرني؟ أيضا انظر إلى ابنك زوفان. ماذا فعلت لابني؟
سيد تاي، أريد أن أخبرك أنني قادر على أخذ حياة ابنك في أي وقت أريده. حسنا، أنا أصدقك. توقف، لنذهب. سيد تاي، سأخبرك بكلمة. اليوم أنت تستهين بي، ولكنك لن تفعل في المستقبل قريب. انتظرني. عمي تاي، لماذا سمحت لهم بالرحيل؟ تركه يذهب هو إطلاق النمر المتوحش في الغابة. هذا سوفان إن لم يمت قريبا سيكون مشكلة كبيرة عائلتك. عليك إيجاد خطة حالا. أنت خائف على حياة ابنك، لذلك لا تجرؤ على قتاله، صحيح؟ عائلة سون لا تخاف من أحد. على كل حال هو قام بصفعي، وسأرد له صاعين. سيدتي، هل تعرفين العائلة الملكية والعوائل السبعة؟ لماذا أنت تعلم بشأنهم؟ عائلة جلالة الملك، ما هذا؟ في السابق كنا من مدينة غوانغ، ولا علاقة لنا بهم، ولم أهتم. ولكن نحن في الخارج، إذا رأيناهم يجب علينا الابتعاد عنهم وتجنبهم كلهم، حتى كلابهم. سيدتي في السابق كانت مغرورة جدا، حتى لو كانت حزينة بسبب عائلة تاي. هي بالتأكيد لن تقول شيء كهذا، ولكنها الآن، سواء كانت عائلة ليو أو عائلة تاي، نحن لا شيء في الخارج سوى عائلات صغيرة. ولكن في إمبراطورية تيانجو هناك 7 عوائل قوية يمكن مقارنتها بالعوائل الملكية. يمتلكون الأراضي والسلطة والمال أكثر من كل العائلات الأخرى. إن عاديتهم، هذا يعني أن تعادي الإمبراطورية كلها. هذه هي العوائل السبعة الملكية السبعة. في هذا العالم هناك عوائل يمكنهم مجابهة العائلة المالكة. هي منطقة محظورة، لا يمكن لبقية العائلات الملكية لمسها. كل موجودة في السلطة يعلمون بشأن هذا. هل هذا الكلام ينطبق على عائلة سون؟ لماذا تسأل عن هذا؟ هذا صحيح أخي زوفان. لو كانت عائلة تنتمي للعائلات الملكية السبعة، الآنسة بالتأكيد لن تسمح لك بضربها. وهنا يذهب زوفان وعائلة ليو إلى العوائل السبعة الملكية. عائلة ليو، لم أسمع بهذا الاسم من قبل. سيدنا لا يقابل المزارعين. زوفان، سواء كنا جديرين بهذا أم لا، يجب أن تسأل سيدك على الأقل. ليس لك الحق بالرفض. هذا قلت؟ إذن هل هكذا تعامل الضيوف؟ لم أكن لأصدق هذا لو لم أراه بعيني.